عانيت يا مالت الأرض خواطرهم وداريت نفسي وكنت أبقى كلهم. صباح الخير يا ابو خالد. حباب محمد، صباح النور. يا رايق. تسلم يا راغي، اخبارك؟ والله لك الحمد يا رب، الله يديك العافيه يا رب. والله يا محمد، والله انت عارف انا حاولت اشبه موضوعي ده، يعني يمكن يكون محمد بس عليك الله فهمني، بس عشان انا متاكد انك حتكون فاهمني، انا متاكد. قول. انا شبهت الحياه الزوجيه بالسواقه او بالعربيه. ليه؟ لانه العربيه ما بتمشي براها بدون سواق، وسواق محترف. اكيد. والعربيه ذاتها لو ما بقت عربيه يعني نظيفه وعربيه جاهزه، يعني حتوصلك. كزوجه. الو. ما حتوصلك معاك انا. اكيد طبعا، الله يخليك، تسلم. بنفس المثل، يعني الزوجه ذاتها اذا ما كانت على ذات خلق وذات دين وذات جمال وذات حسب وذات نسب، ما حتقدر تستمر معاه في الحياه. صح. انت ذاتك لو ما ماخذ الرخصه العامه، سي انه رخصتك صغيره ملاكي ما ممكن تسوق بيها كل انواع السيارات، كل انواع العربات. نفترض انه مثلا شاحنه مثلا من الشاحنات، انت لو ما رخصتك عامه ما حتقدر تسوق الشاحنه دي. ليه؟ لانه ممكن في اقرب نقطه بتاعت يديك مرور مخالفه. الله يفتح عليك، دي واحده. الشيء الثاني، انت السايق، السواقه دي ذاتها الاسره دي ذاتها ماشي بيها او بدايه تكوينها، يعني بدايه ما انك بديت، يعني الاسبوع الاول، الشهر البتاع، لاقتك حفره او مطب في الشارع، مشكله حصلت من الجيران، من اهلها، من اهلك انت لو ما قدرت تتدارك يعني في الحفره هنا وانت سايق مثلا، المثل بتاع انك سايق، لو ما عملت ستوب كده بطريقه ظريفه وتجاوزت الحفره دي ومركت ومشيت، وبعد مسافه نزلت وتفقدت اللساتك بتاعتك وتفقدت الشحنه بتاعتك، وتاني رجعت ركبت سكته، ما حتقدر ما هناك حترجع. برضه اسر. الله يفتح عليك، انت فهمتني يا محمد؟ فاهمك انت، بس بس هم حبوا المثل لانه انك تشبه المراه بالعربيه، المراه اكرم من العربيه، لكن انت يا اخي ما اكرم عرفت المثل، بتاعش، لكن انا معك. اكرم بتاع شنو يا محمد؟ ما هي اصلا اكرم من العربيه دي، دايره لها اثنين ثلاثه يا هم محمد يا فهموك اخوي. خطا، بس لكن انا معاك وعارف قصدك وفاهم قصدك يعني. بس ده انا قصدي والله، انا بس لانه يمكن زول سواق يعني عشان كده. جبتها حاجه قريبه لك. قريبة لي. انا لو كنت دكتور ولا كنت طبيب كنت ولا بتشتغل كنت طباخ جراح. او بنادول. الخازوق، انت عارف المشكلة اكون طبيب بيطري عشان ما اقول لهم بهيمة ولا اقول لهم مصيبة الزمن. ايوه. يا اخي ده موت. والله بالمناسبة اسعدني جدا، قبل يومين كنت في لايف مع مس اريج، يعني اريج دي بالمناسبة انسانة راغية وشايفك انت اتبسطت منها شديد. لا وهسه شديد. انا فاقدها والله، شايف عندها لايف لكن بخش لها ان شاء الله. الليله كان بيتكلم عن انا برضه دخلت قعدت معاه زي 5 دقائق، استفدت منها كويس. صراحه عن الذكاء العاطفي. ايوه الذكاء العاطفي ده، ونحن ده انا ما قاعد معاها في اكثر من 4 5 لايفات بالمناسبه. استفدت منه والله، وده ذاته نوع من انواع انك كيف تدير البروجرام بتاعك، كيف تدير الاسره جكسا بتاعتك. جكس جي جكس ولا جكس ولا جكس جاكس يا ابو خالد، جاكس هاي. ج- لخبط بيها العربيه. شايفه قال لي انت يا الخالد اخي. المفروض تقول مرسيدس، تقول بنتي لي، ممكن كانوا طيب، اجروه. هو في النهايه ما عربيه يعني المرسيدس. يعني انا عاوز اشتري. والله بس يمكن يكون فعلا قال لك لولا اختلاف الاراء لبارت السلع، وده حقيقه يعني. انا قاعد اقول شنو؟ اي لولا اختلاف الاراء لبارت امي وامك. الله يا اخي والله بالمناسبة، كمان بمناسبة امي وامك دي يا اخي، تحياتي الخالصة، تحيات ذكية جدا جدا للوالدة يا اخي، ان شاء الله ربنا يحفظها ويميت في ايامها ويديها طولة العمر، يحفظها ان شاء الله يا رب، امين ويحضرها جديدك ان شاء الله يا رب. امين لانه امين امين. لانه انت ذكرتني باللي انا فقدته من 6 سنة ولا 7 سنة.
لكن الحمد لله كل شيء عند الله، يعني ان شاء الله يعني ربنا. ربنا يرحمها ويغفر لها. والناس اللهم دي كلها على امين فكره الله. بتخش بالحنيه حقت امي وبتخش والله بحب يا اخي، انت امها. ذاتك انت ذاتك لو ما زول يعني بتدي الام حقها، والله ما في زول يعني بصراحه كان بيجيك. لكن انت ذاتك دخلت لنا بطريقه يمكن تكون نوع من انواع الذكاء العاطفي، والله فعلا. ما انا بعرف اجيكم جيعان، السودانيين ديل ما لا لا، بياكلوا جبت. الا قلبهم يلينوا عشان يجيكم. والله جبت انا جيبه والله، لكن خانني التعبير، انا بس العربات بتاعتي دي ما لقت لها سوق عشان كده. بالغت يا زين. لا لا، بالغت عديل كده. وفي والله في تعرف. معاك. والله. والله يا محمد، انا بس قصدت انه انا يعني اوضح بانه الحياه الزوجيه زي يعني باختصار خلينا من السواقه، انا زي الحياه العمليه في كل المجالات. صح ما اخلصت في عملك ما بيخلص لك عملك، يعني حتى الاسكافي ده، يعني انت لو ما اخلصت في انك هاو يعني مثلا تجهز البرنامج بتاعك، ما حتقدر تستمر. ده صح القصد وانا. ده صح. القصد وانا. عشان كده الاختيار الصحيح ليه وبعد ذاك يعني نتائج جميله زي ما قبل اتكلمت انا. نتائج جميله والله ينفعوك لا اقول لك اولاد حاجه. ثانيين، ينفعوا بالضبط. المجتمع، ينفعوك. لكن ما ممكن الليل بس جمعت لك قروش تعرف. فالعلم ده ما عندوش له اكتفاء مالي، اكتفاء اكيد معنوي، طبعا. اكتفاء جنسي، كلها اكتفاء تكون ذاتي. جاهز. ما هو اصلا وفي الباء حاجه دي ثانيه ما قال لك. عين، انا عندي اصحابي بعض الاصحاب مثلا بيكون داير مم. يعرف انه مثلا هو هوى مرة او اشتهى مرة. انت عارف نعم. بعد شهرين ثلاثه بعد ما خلاص يكتفي ويشبع بيطلقها او يخليها. وفي ده حاجه ثانيه حقيقه هم قالوا بعد. لي اول مره اشوف صورتك يا حبابك يا عشان اقرا صورتك وارد صورتك. معناها الله عليك يا احمد، الله عليك يا معناها ما محمد. ناوي يطلع نهائي، لكن الباين ده طلعني. لا، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. الليله الشيبسي وين والفيشار وين والحاجات الحلوه. والله كله وين، لكن انت عارف الوظائف ده عشان تطلع. هاي. هاي. اسمعني، عشان تطلع داير لك استعداد ذهني، استعداد نفسي، الشاي، المويه، العصير. اكيد. اصلا خلينا نطلع من البتاع، اسمع ما نطلع من المباراه عشان نضيف الناس يعني يكونوا معانا بس داير وهي يا استعداد. اخ احسن. يطلع من. هاي. قلت خليها لك داير تنتهي. لك استعداد. في حاجه مهمه قالتها الاخت رحيل، قال لك ايوه. كان وشكرت المراه السودانيه، نحن بنشكرها انها شكرت المراه صحيح، السودانيه دي اخت عشان في السعوديه حاله دي، في حد ايوه. ذاته انه واحد يعرس نعم. ويخلي مرته في السودان، ده اكبر غلط واكبر عيب واكبر جريمه ممكن يرتكبها الانسان في حياته. والله بس نحن هو ده موضوع بالمناسبة كبير جدا جدا، ونحن ما دارين نتطرق له. عم ابو خالد تعلق في أ- البست العادي. اجيك هناك. جماعة مساء صباح الخير عليكم، ان شاء الله طيبين. انا والله ما كنت ناوي افتح، لكن سعيد بكم وعندنا كان موضوع محمد سعد ود حبوات، عشان كذا تفكيره كبير. الله يسعدك، عشان كذا جبتونا من هناك، عشان كذا انا فتحت البث. ايوه. ايوه مدير. معليش يا عم أي. عمك، والله قال اصغر اسلوبك ما كان مناسب. يا جماعه اي زول بيتكلم، لا لا دي جوله برضه يا عمي. اسمع انا بعمل لك جوله، برضه. انا بعمل لك دعوه. اصبر. انت شكلك متعود للجولات يا عمو. لا والله ما عملت دعوة، ما عملت. نعمل له ضيوف. طيب وين هو عمنا؟ اسمه ابو خالد. ابو خالد ما ظاهر عندي كده. اول قست عشان ايه يطلع له قست يا جماعه. ابو خالد عاين تحت على اليسار، ايوه في الضيوف، في المضيف. المضيف ده لعب، الضيوف بتقبلها. بنيت الحله احفظيك الا يلا خلق الله. هي الوردة البيضاء هو خانه بس التعبير يعني، لكن هو اي زول بيعبر بمجاله. هسه انا داير اتكلم لك، بقول لك البرج، بقول لك التليفون، فعادي يتقبل يعني. هو ما قصده المرأة تكرم من السيارة واكرم من السيارة اكيد، لكن بس خانوا التعبير يعني. احيانا واحد بيخون التعبير، زي الجل قاعد مع البيت ديك خانوا التعبير. من يوم خلق الله اختليت لنا النيابة عني، اعتذر له نيابة عني. طيب ما مشكلة. يا بنيت الحلة. حطوا خلينا نكمل برنامجنا ده يا جماعة. فارس الباير السعد حبابك. يا باير. والله انا باير بمزاجي، لكن انت شكلك بورتك دي غصبا عنك. والله انا بس خليها بالنية.
احكي لنا بكره. آه. انا ما جاي احكي لك، انا جاي بس اقول لك اقفل الهنا بغاتي عشان ترفع الناس قصتي تتفاهم معاهم في الموضوع ده. اصلا فتحت الله ايوه قدام بطلعه. يلا عندك لولا دي عليك الله، لانه قبل انا والله نزلتها يعني جات كده لولا ومنها وين والبس لولا؟ قفل. لولا هدية جات اخيرا، لولا قدمي قصتي عشان الناس تقدر خلص لا لا تسمعك، والله معلش ولا يعني. لا لا ولا يهمك عادي والله. انت عارف انا ايوه يلا يا بعض جماعه. الاحيان يا فارس بخجل اقول ايوه انا مش علوم. بعض والله الشيء هسه انا والله كنت خجلان جدا، والله انا احسان من الساعه 6 لكن ما خجلان اقول للناس دار انو كده فشنو. بكون قاعد كده او بكتب الكاميرا. ايوه ما في عوجه، يلا يواصل معاهم وموفقين ان شاء الله. بكره توريني انت باير ليه. بكره لازم اطلع معاك قصة، انا لا والله داير مع هويدا دي في موضوع ضروري والله. ما مشكله بكره نحضر مواضيعنا ونظبط امورنا ونجهز نفسنا نفسيا ومعنويا ومواضيعنا واسئلتنا ونجيكم. ابشر طيب ان شاء الله، الله يديك العافيه. لانه اللايف ده ذاته داير له شنو؟ داير له قاعد. انت عارف انا قاعد اقول للاولاد شنو؟ اول حاجه ما بقدر ترك يخلي امه معاه، ثاني حاجه ما بقدر يتعود على اللايفات، لانه انت عارف بيجيك شنو؟ بيجيك زي التعويده. تعرف انا يوم كده ما قدرت ما فتحتها الصباح فتحتها. ما هي دي المصيبه والله. بعيدا عن المكاسب الماليه يعني فهمت علي؟ حاجه مرهقه ومتعبه، وثاني حاجه ما بتميل من الناس حلوين بيفتحوا لك مواضيع. ايوه ما تقدر تمشي منهم والله يا اخي، احبانا واعزانا يا اخي والله، والله انت ونحن الله بيكم يطول عليك. بيكم بنحتز يا لولا قدمي قستي يا اخي. ورسم حديد دي جديده على فكره، يمكن لها اسبوعين ولا 3 اسابيع والحمد لله وصلت 10 يعني فهمت علي؟ والى لا الامانه لا ان شاء الله انت والله مش تصل العشرة، تفوت العشرة، وانت تستاهل والله تكون في المليون على فكرة. الله يسعدكم يا اخي، الله يسعدكم اخواني وحبايبي والله. حبيبي يا اخي. تعال تعال يا اكسي، تعال فوق. اللوله دي بعرفها يا اخي، اللوله دي كوريه شينجو هو شينجو هاي. على فكره يا لولا نزلت مقطعك في عندي في الصفحه شوفيه وشيليه. ما قلت شو يا محمد، ما سمعتك. نزلت المقطع حقك في صفحتي. تسلمي والله يا الورد البيضاء يا اخي، جد؟ تسلمي. شيليه عشان تكشري قدام اهلك. ثقافتك عاليه. كويس. بس وين الناس كانوا مشكلين؟ من ما الناس واحد شنو؟ يونس الله مشى يسعدك يا عمنا ده، عوض مشى يا فتح راي. لايف الا ما عارف يا يقفله، عوض نحن المفروض بيننا يجي. كنا مشكلين وبنتكلم عن العرس، مع انه الموضوع ده بيجيب لي كوركشنات ارفع وزير وبيجيب لي. السعادة، وزير السعادة ايوه انا فاهم. واكس لكن يا والورد عوض البيضاء. اطلع علينا دقيقه بس ادينا اغنيتين للطفلين الجو شويه. الجو معكر كان. طيب، مسافة طلبتي في الجو، انا يعني 10 دقايق كده وبجيكم ان شاء الله. اوكي. اوكي. جيب لي معك فطور. هو انا قاعد معاكم شنو قاعد اقول انت اوكي اكثر يلا يا ما منهم قلت تصبحوا يا. على خير. لا لا انا كمان بقول لها اوكي مع السلامة. اوكي. يلا. يلا يا حمادة. شنو والله صوتك خلاص. اي والله والله قطعت انا يا ما اخي. طالع ما دام في شكله ما في شكله، لا ما في شكله، بس كنا موضوع حق عرس، والموضوع العرس ده حساس جدا، فالناس دي اتكلمنا عن الموضوع الليله عشان ننهيه ثاني، ما داير نتكلم عن العرس ده يا جماعه. العرس ده والله قسمه ونصيب، واي زول بيلاقي نفسه جاهز يمشي يتقدم يعني. ما عايز له تحنيس يعني او حنيس. ألذ حاجه يا عوض يوم جاي من برا. حلو. نحكي لك ده يا عوض. يوم جاي من برا يا عوض القى لك امي معاه 4 هنود في البيت بيركب لهم في غرفه نوم. ها يا امي ده شنو؟ قالت لي دي غرفه نومك انت. قال لك داير غرفه نوم منو؟ قالت لي انا جبت انت مالك. قالت لي امي ترك مره دخلتها جوا قفلت الباب ما قام محمد سعد، قلت لها والله يطلع من الشباك. لا ما في شكل ما في شكل منورين. يا عوض. عاين ان احنا جي ناسي بنهجج لك الموضوع ده. اصلا جه ان احنا مختلفين اختلاف مع انت عارفه الزول طلع كاميرا وطلع عمه كبير، وانا والله ما قايله كبير قدر ده. ما كان بناقشه لا في لا، موضوع هو العربية دائما ولا. متزوج 25 سنة فهو كبير، لكن على العموم يعني نقاش كان فيه نوع يا من بلسم ما الاحترام، قلنا يعني موضوع ما العمر تقنا ده له. خليه. يلا نتجاوز موضوع العمر، خلاص نفتح آه. موضوع جديد. لا خلي عوض خلي يغني لنا كده اغنيه وبس. اغنيتين لطيفين الجو انا وبعدين. اسالك سؤال واحد، اسالكم سؤال بدر. ابدا بمحمد سعد. لا ابدي بعوض ده محمد الفوق ده سعد. ما شايفاه، اسمعيني عوض ده ما شايفاه. لا لا، سيد ما اللايف سيد اللايف شنبه ده ما ماله. عاجباه. سيد اللايف لسه صغير. انا والله يقول لك انا نبدا جاي. بمحمد سعد وماشيين على عوض. الاول هاي عوض بعدين انا. خلاص. انا محاضر المواضيع دي كلها مدخلين ناس ذنب ازاليهم. ذنبك انك طلعت. اول محمد سعد ده سؤال، عوض ده شكله السؤال ده ما بيمشي فيه لكن. لا يمشي.
صح كسر. طيب انت متزوج يا عوض؟ 3 ماشي على الرابعة. ما خلاص شاء سقط الله. منك السؤال. طيب ايوه، ممكن انت لا تزوجت على اختيار الاهل ولا اختيار عن حب؟ انت يا ورد البيضاء ما خصوصيات، ما تزعلي منها هنا. لا انا ما اسمع حقول له اساميهم منه، بس محمد بصفة عامة يعني، مهم. طالما هو محمد، نوع وشكل. اها انا ما بذكر حياتي في السوشيال ميديا وجايب بالضبط أسئلة زي دي. كده. ذكر ايوه، لا الحاجة انا دي. صراحه اسئله ما في خلاص داعي غني لها. لنا بس. طيب طيب اسمعيني، لا ما في حاجة. مثلا انا كوردة كان قلت لي اختيار اهل او عن حب، ممكن نجاوبك بصريح العبارة. لا ما دي بتبقى في مثلا السوشيال ميديا، ها انت يا بتبقى بسمة، عامه يعني، بسمة فانت ما طبعا بتعرفي. دافعت عنه عشان ما يجيها الدور. اصلا انا بسمة ما دافعت دارس عنه السؤال عشان ده. ما يجيها الدور. والله طبعا انا يعني. عارفاك يا استاذة، والله طبعا صراحه ما انا كذب متخصصة عليك، في علم انا النفس. ما بحب الاسئله زي دي وما بقدر اجاوب عليها. انا بتكلم عن موضوع عامه يعني، بس لكن كافراد نو. ي- يلا انت يلا يا النوتيكن بسمة، حق الدكاتره. لازم انت بسمة، انا انت حنتواصل في الخاص، قولي كويس. تمام. انا اصلك عملت لك متابعه يا الورده البيضاء. انا انا ذاتي حارد عليكي، يا ولد يا البيضاء بجد الورده والله. البيضاء. بس بس أي- عوض ده ايوه. بيغني صوته حلو، خليه يرطب لنا هاي الجو شويه. ده منو ده؟ عوض السمح ده ما شاء الله. هخليه يغني لنا خليه يلطف نسمع. لنا الجو باغنيه كده ونتين، بعدك نرجع لموضوع العريس انت معرفونا به المفروض معي. تتناقش شوية، لان انت عارف انا اداب صاحي وبتروح لي في قهوه عشان اقدر اسلك، يعني الناس دي واقول لك حتهرب حاجه، بعد انت عارف صوتي. نجوى كرم قالت شنو؟ قالت صوت الصباح ما بتكلم مع زول لانه الصوت ده حلو وما بحب اي زول يسمعه. أه. يا عوض غني لنا البمبي، والله يا اخي البمبي ده صعب. اللابس لكن ما البمبي. الصدفة صدفة يا عوض، تقدر آه. تغني أغنية صدفة؟ طيب شوف فولا نديكم حاجه في الموضوع اللي بتتناقشوا فيه عشان اهرب واخليكم تشكلوا، لان انا ما صدفة. حضرت الشكل. تعيدوا يا علي تاني. لا لا ما دارين الشكل، لا ما دارين الشكل. والله شكلك دارين لوحدي يعني، أغنية انت صدفة. مضحك شكلها في حاجه ما بتسوى ذاته. الزول عبر المرأة بالعربيه، قال المرأة نعم. دي العربيه، كيف تقول المرأة عربيه؟ عبر شنو؟ اقول لك حاجه لا يا يا محمد. محمد. محمد محمد انا اقول لك حاجه. محمد هو ما قال المرأة زي العربية، قال الزواج زي قال العربية. مرة طيب عربية يسوقوها. لا هو قال الزواج زي العربية، وانا يعني لازم اسوق يسوقها زول يعني انا واحد. المفروض تكون عندي رخصة عامة بحيث انه اقدر اسوق كل انواع العربات وامشي بيها. فقمت قلت له انت العربية بالنسبة لك المرأة ولا الحياة الزوجية؟ الحياة الزوجية فيها المرأة وفيها الأطفال، لكن ما بسوق زول واحد. قال لا كيف يعني أعرس له راجل تاني يسوقها؟ أقول لك كيف يعني هي ما بسوق، هو هي المرأة شريكة. فالله يديه الصحة والعافية إن شاء الله. واختلاف أجيال واختلاف فهم يعني، لكن لا يفسد في الود قضية يا هو بس عوض. داري يوصلك لحاجة واحدة، إنه انتوا الراجل، شفت الفهم السيادي بتاع زمان. يعني الراجل مش الفهم بتاع زمان، هو حاليا قاعد طبعا في البيت. يعني إنه الراجل يكون هو وجهة البيت وهو المتحكم وهو اللي يعبر بأسرته، ده فهم هو كان تقريبا. مم. عارفين موضوعكم ده لو اتفتح عندنا في تويتر هناك وداير له شهر عشان نتقفل. لا اله الا الله. والله للأسف اي نحن ما قاعدين نعرف نتعامل مع تويتر، لكن ورينا الدرب. اي اي فيمينيستايه تسمع الكلام ده بتيجي تتكلم كلف برا، يعني لنا عوض. إن عوض تويتر ده فيه كم واحد يا محمد. قلت لنا الدرب هي دخلنا تويتر. نستاهل حلو. بري أنا التويتر ده ما بعرف طريقه والله، انا ده ما والتيك توك بعرف ده يا طريقه، دوب قلت لها كده كده ما طول. قش لنا الدرب، خلينا نعرف درب التويتر نفتحه. والله طوالي بس شوف اقول لك حاجه يا عوض، عشان كده احنا قاعدين يعني انا اول كلمه قلتها قلت الزواج ده عباره عن بحر، فسبحان الله ما طيب تقدر أغاني. تصل لقراره، يعني زي ما تصل للنهايه تحت صح. فيعني سبحان الله تلاقيك في كل الحاجات في الدنيا يعني، فتكونوا خدتوا 5 قاعدين لكن كل واحد فيكم عاش تجربة مختلفة أو حاليا عايش تجربة مختلفة أو أساسا ما جربها. ولا حتى النشأة حقته في البيت تلقاها مختلفة تماما عن النشأة بتاعت ال5 اللي معاه. في النهاية تجارب فردية، يعني أنا دي كلمتي من البداية، وإنه فعلا الإنسان لو ما نفسيا جاهز للمرحلة دي
بنسبة كبيرة العفو بيفشل. العفو يا عم. انا أنا ومحمد سوري. دغايتي لسه ما جاهزين ولسه صغار على الحاجات دي، لكن ان شاء الله اي اذا فحتى جهزنا كده. البيت يعني صراحة البيت دايما لما تطلع واحد كتب الزواج لكم بمنظور انها هي عايزة مثلا تحصل عشان بس الناس حصلوا، او هي هاربة من مشكلة اجتماعية معينة. اعتذر يا جماعه بشده كمان. دقيقه بس الساعه دعوه. والله علق عندي انا. اعتذر يا جماعه. اطلع عوض. لا ما انت صاحي. والعيون ربابة الربابة. اعتذارك مقبول. شكرا يا ابو خالد يا راغي. كبس مسافة يفتح الجست ده. الجست باخد له دقيقة ويفتح دقيقة يا جماعة بس. ونسمعكم وني مسافة يفتح الجست. الشوق والريد وكل الأشواق بتجرح قلب المشتاق. كل الأشواق وليه هاجر ليك رسالة. لو روحك يوم تنسى دلالة. Welcome to my world, kid. World of dreams, Slumberland. دقيقة بس يا جماعة ما فتح القسطات عندي. Whatever you want here. Jump from dream to dream. هذا القلب هو يقول لك خلاص يقعدوا على الارض ايدر طوالي. وما بس ما اقدر يفتح. يا جماعه انا بقفل وبفتح تاني ولا استنى؟ اكتبوا لي اقفل وافتح تاني ولا استنى دقيقه يفتح الجستات؟ يعني بشوف الضيوف ما باين. انتظر عادي. طيب لا تصبر. كلك ابو خالد يا راجل. لا نحن لو فتحنا اسعار صراحه هنا الجهود بس انا عندي بيت معلق الضيوف ما ظهروا.